هانتوما كما كتشوفوا معايا الكيكه كتجي رائعه. هانتوما غادي نقلبها على الوجه ديالها. السلام عليكم ورحمه الله. غادي نحضر معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع وكيجي ناجح وفيه واحد السر اللي كيخليه كيجي ناجح 100%. هنا عندي واحد 4 البيضات. هانتوما عندي البيض ما كبيرش بزاف وما صغارش، يكون بحرارة المطبخ. كتجبدوه قبل من الثلاجه الا كان عندكم في الثلاجه. عندي واحد شاشي ديال الفاني، واحد الرشيشه ديال الملحه، وعندي واحد الكاس ديال سكر سنيده. غادي نضرب السكر مع البيض مع الفاني وهذيك الرشيشه ديال الملحه اللي درت. خفقت هذا البيض مزيان مع السكر والفاني. غادي نزيد كاس ديال الزيت والعبار بالكاس ديال العنبه. والسر اللي كيخلي الكيكه ديالكم تجي ناجحه هو هاد نص كاس ديال الماء دافي، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد، الماء يكون دافي. دانون من كاس الفاني، غادي ندير واحد نص كاس ديال النشا، المايزينا، كاس ديال الدقيق، هنا عندي 2 خمارات اللي كل وحده كتوزن 11 غرام. الا عندكم الخماره ديال 8 غرام ديروا 3، حيت هاد الكيكه كتجيب واحد الحجم اللي هو كبير. غادي نزيد الكاس الثاني. هانتوما الكاس الثاني، هانتوما الخليط كيولي عندكم بهذا القوام هكا. هانتوما خديت المول ديالي اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، غادي نفرغ فيه الخليط. غادي ندخل الكيكه طيب، الفران راني شاعله غير من التحت، وغادي ندخل الكيكه الفوق باش تكون بعيده على النار ونخليها طيب على خطرها. هنا بعد ما طاب الكيك هانتوما كما كتشوفوا معايا، انا راه خليتها في الفران واحد 40 دقيقه عاد باش طابت. كما قلت لكم انا راه شلت الفران من التحت ودرتها الفوق كاع باش ما تحرقش وباش طيب على خطرها.
هانتوما كما كتشوفوا معايا الكيكه كتجي رائعه. هانتوما غادي نقلبها على الوجه ديالها. شفتوا معايا هانتوما الكيكه كتجي رائعه وكتجي هشيشه، غير بداك نص كاس ديال الماء هو اللي كيخلي الكيكه كتجي ناجحه. وغتبعوا الطريقه كيف ما عطيتكم غادي تنجح معكم الكيكه ان شاء الله. اللي وصلت حتى لهنايا ما تنسانيش ملي لايك واشتراك في القناه باش يوصلها الجديد. تبقاو على خير.